أكبر. شهدت بلاد الشام فيضانات ورياح عاتية وصلت سرعتها إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة. وفي لبنان سقوط حاويات في البلاد وتصدع الأبنية بعد الهزة الأرضية وسقوط الإعلانات. الزلزال الثاني يا الله. فرق الإغاثة تسابق الزمن مع استمرار حصيلة ضحايا الزلزال، حيث تخطى زلزال شرق المتوسط في تركيا وسوريا إلى 8500 قتيل و40,000 جريح. حريق حاويات البضائع في ميناء اسكندرون في جنوب تركيا يزداد اتساعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة أخبار الطقس العالمية، حياكم الله جميعا أينما كنتم. اندلع حريق هائل في جنوب تركيا في ميناء اسكندرون عقب الزلزال ومحاولات لإخماد الحريق الذي دفع السفن إلى تغيير مسارها إلى ميناء بورسعيد المصري، ولحق أضرار جسيمة بالميناء وارتفعت ألسنة اللهب وتحول الهواء حول الميناء بالدخان الأسود، وقد تضرر الميناء بصورة كبيرة وتوقف كل أعمال الميناء إلى موعد غير محدد. وبعد أن تم إخماد الحريق بمساعدة طائرات الهليكوبتر والطائرات العسكرية، شبت النيران في مئات من الحاويات في الميناء مرة أخرى وتجدد الحريق، مما يعيق وصول العديد من الإمدادات للأماكن المنكوبة. تصوير جوي لمنطقة كهرمان مرعش في تركيا يكشف دمار نصف المدينة. Şehrin sağ tarafı komple yıkılmış. وفرحة كبيرة بخروج عائلة كاملة من تحت الأنقاض في الشمال السوري بأدوات بسيطة استطاعوا إخراجهم بعد 40 ساعة قضوها تحت الرماد. وقامت روسيا بإنقاذ شاب بعد 36 ساعة، وتم إنقاذ 42 شخص تحت الأنقاض من قبل الروس، حيث قامت السعودية بإرسال قافلة مساعدات أمس للشمال السوري. وكانت الجزائر هي أول المبادرين إلى إغاثة الأشقاء في سوريا ببناء جسر جوي يضم المساعدات. وقوافل من الحشد الشعب العراقي تتجه إلى سوريا.